حبايب قلب ام علاء وعلا، مساءكم فل وهنا. يا مساء التفاؤل، يا مساء الامل، يا مساء الفرحه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو كده جوله في المحلات، بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، عشان كمان خلاص بدأ يعني نجيب بقى نحضر للعيد ونجيب حاجة العيد. عايزة اجيب لبس الاولاد، عمال يعني احمد يقول لي انا عايز لبس جديد لبس جديد. طبعا لو خدت بالكم او اللي متابعينا بمعنى اصح يعني عارفين ان انا نقله لسه في شقه ومعرفتش اخد عفش كله. خدت يا دوبك شويه ملابس وشويه اطباق وشويه مواعين كده، معرفتش اخد حاجه تاني. فالدنيا عندي واقفه شويه. فطبعا مع يعني الهدوم مش مكفيه، اللي احنا خدناها كفايه. فاحمد يقول لي لازم تجيبي لي لبس جديد. طبعا علا ماشيه معايا دلوقتي ان شاء الله، تظهر قدام شويه في الفيديوهات ان شاء الله. طبعا شايفين اجواء رمضان، شايفين الشوارع عامله عندنا ازاي. طبعا كلها مزينه بزينه رمضان الكريم. شكلها جميل قوي، شايفين يعني والله العظيم طول الشارع وطول الطريق زينه رمضان. احنا ماشيين كده تحت زينه رمضان. طبعا اجواء رمضان بقى وفرحه رمضان والكلام ده كله. طبعا احمد ابني كل ما ادخل محل سواء يعجبه او ما يعجبوش يروح ماسك لي اي لبس كده وشابط لي فيه، عايز اي لبس جديد باي طريقه. فانا دلوقتي بتجول عماله بقى ايه، بتمشى كده واشوف اللبس عامل ازاي، والاسعار اسعار يا جماعه نار. كل ما ادخل محل تعجبني حاجه الاقيني يعني فوق الخيال. انا مش عارفه كل حاجه بقت نار ليه. طبعا لو خدت بالكم انا قاعده بايجار دلوقتي اليومين دولت، فالدنيا عندي بايظه جدا. فانا اللي هاممني بس ان انا اجيب لاولادي لبس العيد. طبعا هم ما لهمش حد غيرنا، تمام يعني ما كناش احنا نفرحهم ونجيب لهم، مين هيجيب لهم؟ فدخلت بقى عماله اتفرج كده واتجول واشوف الاسعار. كل ما ادخل مكان بتصدم واطلع، اقسم بالله العظيم اسعار غاليه جدا يا جماعه. فانا عماله الف دلوقتي على حاجه يعني ايه، يعني متوسطه في السعر، يعني تكون معقوله شويه. تمام. فلقيت المكان ده فيه لمه كده وهيصه والناس واقفه كتير، بقول فيه ايه. لقيت لبس اطفال. فقلت اشوف الاسعار. طبعا ده تيشيرتي زي بروفال كده صوف، نفس اللي احمد لابسه بالظبط بس اللون مختلف. طبعا احنا داخلين في صيف، فلو خدته مش هيلحق يلبسه، فهو شبطان في اي حاجه جديده. اقسم بالله يا جماعه انا في اليوم ده يعني انا ماشيه مش زعلانه، انا حزينه على اللي بيحصل وعلى اللي واحده معاها يعني 4 اولاد زيي، مش عارفه اجيب لهم ازاي، اجيب لهم ايه. مصاريف جامده جدا. فربنا يا رب يسترها يا رب العالمين. طبعا قابلني بقى في محل كده فيه فساتين بتاع عرايس حلو قوي شكلها جميل، فقعدت اتفرج كده عليها بصراحة جذبت انتباهي جدا. طبعا ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. انا معايا علا دي يعتبر يعني عروسة كده، تمام. فانا قاعدة اتخيل بقى لما بنتي علا كده ان شاء الله ربنا يكرمها كده واختار لها في السنة الفرح بتاعها. طبعا واقفه فرحانه قوي. واحمد عايز يدخل للملكان باي طريقه يمسك الفستان بتاع الملكان. فخدته بقى وبدات امشي كده واتفرج على الملابس. كل ما اشوف الاسعار اقسم بالله انا بتصدم وامشي، معرفش في ايه يا رب. فربنا يرحمنا برحمته يا رب العالمين. قولوا امين يا جماعه على الاسعار اللي احنا شايفينها دي وعلى العيشه اللي احنا بقينا عايشينها دي. ربنا يلطف بينا. فانا ماشيه دلوقتي بقسم بالله العظيم يا جماعه انا بغني ظلموه. ماشيه بقى تعبت من المشي جدا، مشيت شوارع كتير. يمكن ما رضيتش اصور لكم الاماكن اللي انا روحتها. طبعا الشارع ما شاء الله طول بعرض ما بيخلصش، عماله اتجول فيه ومش عارف اجيب حاجه خالص. المهم بقى يا جماعه، عايزه اللي لسه ما اشتركتش في القناه يلا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، ويوصلك فيديوهاتي اول باول. وهنا بقى كنت خلصت انا وابني وانا واحمد وعلا، وجبت له كده منين او قراقيش قعدنا كلناها كده، عشان طبعا هو زعلان جدا ان انا ما جبتلوش لبس العيد. وفي الوقت ده ما جبتلوش فعلا لبس العيد، وروحنا من غير ما نجيب لبس العيد. عيد سعيد، هو العيد بان عليه من اوله مش عارفه في ايه. فربنا يسلم يا رب العالمين. وربنا يسهل ان شاء الله يا احمد هجيب لك لبس العيد، ربنا يسهل ان شاء الله، ربنا ما بينساش حد. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، واستنوني فيديوهات كتيره قوي مع ام علاء وعلا. ومع السلامه.